تغير في الواقع. ونحن نجتمع اليوم في هذه القمة العربية الصينية لنغير هذا الواقع، ولنبحث عن مصطلحات جديدة وعن مفاهيم جديدة وعن أفكار مختلفة عن الأفكار التي سادت ولم تؤدي في كثير من الأحيان إلا لمزيد الحرمان، وإلى مزيد البؤس والفقر، وإلى مزيد الحروب، وإلى مزيد إهمال حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين وعاصمته القدس الشريف. علينا أن نوفق في شق طريق جديدة في التاريخ بفكر جديد وبمفاهيم جديدة. كان تعديد بلداننا معابرة لطريق الحرير في الصين، فلنعبد هذه الطريق معا في كل حدب وفي كل صوب، ولنعمل معا للعبور فوق جسور نصنعها معا، انطلاقا من نفس القيم وانطلاقا من نفس الإرادة، حتى لا تتواصل هذه الأوضاع التي نعيشها إلى حد اليوم، وحتى ينتهي البؤس، وحتى تتوقف الحروب وينقضي الحرمان. استحضر فكر كونفوشيوس وفكر ابن خلدون، واستحضر حكمة السنين القدامى والجدد، وحكمة العرب الذين قضوا والموجودين اليوم. نحن لا تنقصنا لا الحكمة ولا الإرادة المشتركة في بناء عالم جديد، فلنعمل معا على إرساء أسس عالم جديد قوامه التنمية على المستوى العالمي والأمن والسلام للإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.